عفوا يدخل هاريسون يسدد ليه بدري اعطيه بدري اضرب يا بدري القلب التونسي حاط الكرة حلوة اضرب كرة إليه الهدف الأول الترجي برجاله الترجي يا دولة الترجي يا دولة. يمكن هذه أكثر كلمة اليوم ولات معروفة بها الترجي ويتغنى بها جمهور الترجي. كلمة تعبر على كل شيء، تعبر على تاريخ وقصة نجاح وبطولات رغم ظروف، والحقيقة تتقال مهيئة بل وتشجع على الفشل للأسف. ترجي صولات، ترجي جولات، أرقام قياسية، سيطرة محلية، ثقافة قارية، وهذا على اختلاف الفروع وعلى اختلاف الاختصاصات. ولكن الحاضر المزيان ما هو إلا امتداد حتمي الماضي سبقه، وعلى هذا اليوم قررنا في الترجي أرشيف إنه نرجع شوية للتاريخ. لا زيد شوية، أكثر شوية، يلا ما نطولش عليكم. اليوم قررنا نبداو الحكاية من أولها ونرجع لأصل الحكاية وأصل الرواية وتاريخ الترجي الرياضي التونسي وتأسيسه من بدايته لتوا. قبل ما نحكيو على الترجي وعلى تأسيس الترجي لازم نحكيو على الظروف اللي تأسست فيها الجمعية. وما يخفاش عليكم اللي تونس وقتها كانت دولة بلا سيادة حقيقية تحت ما يسمى بنظام الحماية، أو خلينا نسميه الأمور بمسمياتها. كانت دولة محتلة تحكم وتتحكم فيها وفي قراراتها وتنظيماتها وجمعياتها وكل مكوناتها السلطة الفرنسية. وحتى الكورة في بداية القرن العشرين كانت تحت الإمرة الفرنسية، والجمعيات اللي كانت موجودة كانت في أغلبها فرنسية، إيطالية، مالطية وأجنبية. ما كانش مسموح للتوانسة يلعبوا الكورة أو يتنظموا في جمعيات تمثلوا إلا قلة قليلة من الفئات البرجوازية اللي كانوا موجودين في بعض الأندية على غرار الملعب الإفريقي. وبالحديث عن الملعب الإفريقي يعني نبدأ قصة تكوين الترجي الرياضي التونسي عام 17، وبعد ما وقفت الكورة عامين جراء الحرب ومسار نظم مع تشودي بين الملعب الإفريقي اللي كانوا يلعبوا فيه البعض من التوانسة المسلمين وبين ملعب تونس العاصمة اللي كان متكون حصريا من اليهود. مقابلة وفات بكاف وين يهودي ضرب مسلم، واللي خلف حالة احتقان كبيرة في صفوف المسلمين اللي هاجموا على أحياء اليهود، وصار مسار مباراة تاع كورة. وفي مباراة من المباريات صار شوية بلابس كيف صاروا الحوادث هذا. كان الحكومة معناها الفرنسوية بطلت الحركة الرياضية كلها، رجعت إلا قرار دمج الملعب الإفريقي وملعب تونس العاصمة في نادي جديد موحد يحمل اسم الاتحاد الرياضي التونسي. القرار هذا كان فيه شبه إجماع، ولكن وقت الأعيان وافقت كان فما شاب صغير عمره 19 عام يخدم حافظ أثاث في الملعب الإفريقي زواري على روحه. وقال إنه ضد، وإنه يحلم بتكوين نادي تونسي مسلم يمثل الهوية الإسلامية التونسية وقت الاستعمار. ناس بحثت فيه شكون هذا، اش يعمل، اش دخله. الشاب هذا هو يا سادة مؤسس الترجي الرياضي التونسي، هو محمد الزواوي. سي الزواوي ما كان عنده حتى فكرة
بكيفية تأسيس نادي رياضي. فمشى لصديقه لهادي القلال اللي مازال يكمل قرايته ومازال يغلق ال20 عام، واللي هو بيدو ما عندوش فكرة، واستعان بصديق السيد الطيب بدر. قلت لكم الناس الزويولة ما عندهم جملة مع المواضيع هذه. عطفتكم بالحديث باش تاخذ ترخيص لازمك قانون أساسي اللي ربط الجمعية باتحاد الجمعيات الرياضية الفرنسي USFSA اللي كان مشرف على الرياضة في تونس إلى غاية أبريل 1919، وهذه تنرجعوا لها من بعد. عاد سي طيب كرم الله سره دبر لهم القانون الأساسي لرسم كلوب تونس، فتم نسخه وتعديله وعرضه بعد اختيار اسم المقهى اللي كانوا يجتمعوا فيه كاسم للجمعية الجديدة، جمعية الترجي. وخيلنا هنا هزوا الدوسي ومشيو مقصدرين فرحانين باش يسجلوا الجمعية مكونة من 4 من الناس: محمد الزواوي 20 سنة نائب رئيس، الهادي القلال 19 عام، أمين مال، العثمان بن سلطان 16 سنة كاتب عام، والرئيس محمد بن سعيد وهذا يخدم في معمل تكستيل. يعني لا واحد فيهم مواصل كما تشوف. وصلت لهنا وكما كان متوقع رفضت المطلب لعدم قانونية وآليته، وفرضت كما يفرض القانون آنذاك تعيين رئيس فرنسي. وقت اللي في الإعلام مشاو باش يصبوا الستاتيو، قالوا ما يلزم رئيس فرنساوي، دونك ما فماش قانون. هنا سي العفوسي بن عثمان صاحب الشلة اقترح لويس مونتاسير فرنساوي يخدم كاتب إدارة في الحكومة، حكى له على المشروع على موقعه الشكلي فوافق. ووافقوا له خير إن كان على مضض، يعني لأنه نفكروا أنه الفكرة وفكرة المشروع كاملة كانت في تأسيس نادي 100% تونسي مسلم الهوية. ولكن ما يخفاكمش أن كنا محتلين، ولا مش صحيح أنه كما ادعى غيرنا مما ادعى وما أكثر ادعاءاتهم أنه كان حمرنا عينينا شوية، راهم رخوا وممكن رانا استقلينا عام 19 ولا عام 20، أمور ما هيش بتلكم الولدانية والصبيانية والسطحية في التفكير. والشيء هذا أي فكرة أنه الترجي يكون ممثل ونفس الهوية التونسية الوطنية المسلمة كان متجسد حرفيا من خلال استراتيجية النادي اللي على العكس برشا مدعي بطولة غيره كانت سياسته رغم سوء النتائج في التعويل فقط على التونسيين المسلمين. وهذا طبعا ما هوش كلام انطباعي وما هوش كلام حب، ولكن هذا كلام موضوعي وتاريخ وأرشيف محفوظ وموثق رغم كل محاولات التزييف البائدة. لقاو مثلا كتاب مغرب مشرق وعبارة على بحث كامل وشامل على دور الرياضة وارتباطها بالحركات الوطنية زمن الاحتلال، وفي يتحدث الباحث الأجنبي مش تونسي على خاصية الترجي وعلاقته الوثيقة فعلا بالحركة الوطنية ومسارها، وكون نادي 100% مسلم عكس مثلا كما قال كما نشوفوا الاتحاد التونسي أو النادي الإفريقي اللي كانوا يقبلوا ملاعبية فرنسيس وطلين ومالطيين كما قالنا عام العيد. وحتى تواجد مونتاسير اللي كان مفروض وما يغيرش من هوية النادي، وهذا مش كلامنا، هذا كلام الباحث كما تشوفوا وكما قالوا غيره برشا. المجموعة لهنا بدأت تكبر وفقدش هنا، والفكرة تبناتها ناس جدد بعد سلسلة من الاجتماعات سواء في مقهى الترجي تارة أو مقهى جماعة تحت السوري طورا. ولهنا تبعث نواة لمكتب مديري جديد للحصول على الموافقة.
كانت تضم لويس مونتاسي اللي حكينا عليه في صورة رئيس سوري، محمد الانتاتي كنائب ليه، سي علاء الرقيق ككاتب عام، العروسي بن عثمان أمين مال يساعدوا الهادي القلال، وكأعضاء محمد الزوابي المنوبي وبن السلطان. وهنا الترجي تحصل أخيرا على موافقة أولية في 22 جانفي 1918، وقعد عام كامل يجري ويجري، والجماعة ماشيين جاي يا ناس وافقوا لي. فبعد عام تجي أخيرا موافقة نهائية في 15 جانفي 1919، وهذا فيسع حسب وخيالنا، والعملية كانت مسهلة ومزروبة وبيستولي. يلا معليش يا حليش. السؤال اللي يطرح نفسه بشدة، علاش الترجي أول رئيس ليه كان فرنسي؟ وعلاش بقية الجمعيات اللي تأسست من بعد الترجي كانت عند الحق في رئيس تونسي؟ هل كلهم حمروا عينيهم وكبسوا المستعمر كما تقول الرواية الرسمية لتلكم الجمعية؟ What? Bro, what are you talking about, man? أما أن القانون هو ببساطة اتغير. قبل ما نجاوبكم بالتفاصيل والوثائق كالعادة، نخليكم مع فاصل هزلي قصير ثم نعود. الرواية الأولى تقول أنه بالأساس كان فريق فرنسي، وحتى رئيسه قعد ظل لفترة طويلة رئيس فرنسي لوي مونتيسيو، وبعد ذلك أصبح فريق تونسي. بالنسبة للنادي الإفريقي فمنذ نشأته هو فريق تونسي 100%. تأسس 1915، كانت إدارته وقيادته تونسية، كان اسمه الملعب الإفريقي، ثم أصبح بعد ذلك النادي الإفريقي مونتيسيو وفي رواية أخرى مونتسكيو على سامحوني عليكم. يعني كما تشوفوا كالعادة محاولات تشويه بائسة وركيكة باستعمال حجية هلامية وسردية شاعرية تفتقد للأسف لأدنى مقومات النزاهة الفكرية. ولكن إذا نستلخصوا نقطتين من اللي تقال، أن النادي الأفريقي قاوم وانتصر على الاستعمار وفرض بعد ما حمر عينيه فرض رئيس تونسي على عكس الترجي بيوعة، وأن النادي الأفريقي كذلك هو امتداد للملعب الأفريقي، وتأسس بالتالي عام 15. خلينا نبدأ بالنقطة هذه اللي كنا أشرنا إليها سابقا، ورينا بالوثائق أن الملعب الأفريقي وملعب تونس العاصمة كانوا اندمجوا في فريق واحد، وهو الاتحاد الرياضي التونسي، وبالتالي الامتداد الطبيعي للملعب الأفريقي هو الاتحاد التونسي وليس النادي الأفريقي. نمر توا للنقطة الأهم، هل فعلا الإفريقي قاوم وحمر عينيه وفرض رئيس تونسي وكبس المستعمر؟ هو طبعا وجميع الأندية اللي جات من بعد الترجي واللي كان عندها الحق في رئيس تونسي، أي الكلهم كبسوا فرنسا. أم أنه ببساطة يعني القانون تغير؟ السؤال طبعا استنكاري، وإن حقيقة كنت تظن أو تتوهم أنهم كبسوا المستعمر، فرجائي ونصيحتي أن تراجع منهاجك الإبستيمي في قبول وتلقي الأخبار. نعرف، سامحون طولنا عليكم وشوقناكم معنا، ولكن أنا جايين للرسم. تتفكروا كي قلنا إنه الرياضة في تونس كانت تحت إمرة وسلطان اتحاد الجامعات الفرنسية الUSFSA. الاتحاد هذا تحل
وتقسم لبرشا جامعات. أولهم كانت جامعة كرة القدم FFFA، واللي تأسست في 7 أفريل 1919، أي بعد تأسيس الترجي في جانفي 1919. والجامعة هذه لم تعد تفرض وجود رئيس فرنسي. تتصوروا هذا كلامنا؟ حاشا وكلا، هذا أرشيف محفوظ. أشرت فيما سبق، قلت أن الجمعيات الرياضية جميع الرياضيات، جميع الفروع الرياضية كانت تحت الجمعية الفرنسية للرياضة وألعاب القوى. هذه كانت تضم كل هذه قانونها الأساسي ينص على أن يترأس الجمعية من يحمل الجنسية الفرنسية. وإلى متى استمرت هذه الجمعية سواء في فرنسا أو في تونس؟ لم تكن هناك الجامعة الفرنسية لكرة القدم مثلا. الجامعة التونسية الفرنسية لكرة القدم تأسست في أفريل 1919. ما قبل أفريل 1919 الترجي مثلا كان لابد أن تخضع لذلك القانون، وإلا لن تعطى التأشيرة، باعتبار القانون ينص على أنك ما دام اجتمعت الجمعية دي التي تنظم الرياضة فلا بد أن يكون رئيسك يحمل الجنسية الفرنسية. تأسست الجامعة الفرنسية لكرة القدم في أفريل 1919، ثم بعد سنتين تأسست الرابطة ليج. نعم ليج، الرابطة الفرنسية لكرة القدم 1921. نعم. الرابطة لم تكن تشترط رئاسة نعم، ولكن انتروتون أصبح هناك نوع من التسامح في من يرأس الجمعية. إجاو نثبتوا منه اعتمادا على كتاب aux origines du club africain للمرحوم والمسؤول السابق في النادي الأفريقي سي لطفي الزاهي. نشوفوا المرحوم شنو يقول في كتابه حرفيا. يقول: على عكس بعض الجمعيات أو المنتسبين لبعض الجمعيات اللي حاولوا تبرير وجود أو تواجد رئيس فرنسي، أي من الأخر على عكس الترجي اللي حاول يبرر وجود مونتسي أو مونتسيو كما قالت المدام، فإنه حسب الفصل 9 لقانون FFFA فإنه الإلزام الوحيد لوجود رئيس فرنسي يكون فقط في الرابطات وليس للجمعيات أي إلزام. وبالتالي فإنه رجالات الترجي كذبوا علينا كي قالوا لنا إنه القانون كان يمنعنا في النقطة هذه. استنى ساعة، على حسب قانون شكون؟ أي نعم، على حسب قانون FFFA. وسي الجامعة هذه متاع كرة القدم وقتاش تعملت؟ أي نعم، تعملت في 7 أفريل 1919، أي بعد، نعاودوا، أي بعد تأسيس الترجي في 15 جانفي 1919، وبعد الموافقة الأولية لتأسيس الترجي في 22 جانفي 1918. شو يعني؟ يعني تحب تقول لي انه حسب القانون 9 او الفصل 9 لقانون الجامعة كرة القدم الجديدة فإنه الجمعيات اللي تأسست بعد أفريل 1919 كانت كلها عندها الحق في رئيس تونسي بالقانون، من غير كتسان ومن غير تحمير عين ومن غير بطولات وهمية وأساطير زائفة. للأسف نحب نقول لك نعم، مش قلنا لكم انه يكاد يرتقي الى المسلمات انه اي خبر مصدره وخيانة فانه بالنسبة كبيرة يكون غلط ولازمك ديما تثبت وتتحرى وراهم. خيبة امل عليكم. في ضمن الحديث على التثبت من ادعاءاتهم، تتفكر اللي قالوا الترجي تأسست فيسا وكان بيستولي والأمور مسهلة وهما للأسف تم تعطيلهم والسلطة ديما ضدهم معناتها من أول الدنيا. كما شفنا مع بعضنا الترجي ما بين الموافقة الأولية والنهائية كان فما عام بين 22 جانفي 1918
و 15 جانفي 1919 لين حنوا علينا ووافقوا لنا على مطلبنا. ترى نشوفوا مع بعضنا كيفاش الفريق اللي تم محاربتها وتعطيلها. شوف من توا ننبهكم ونقول لكم راهو هذا الفيديو جدي وعليه اللي يضحك نبلوكيه. شوفوا مع بعض الوثيقة الرسمية لتأسيس تلكم الجمعية، ونلقاو انه ايداع المطلب كان في اواخر سبتمبر 1920 والموافقة النهائية في 4 اكتوبر 1920، يعني بعد بجمعة وافقوا. وهذا تتسمى محاربة وتعطيل. في ضمن الحديث عن تعطيلات مزعومة يجاو نثبتوا من وراهم على أسباب التعطيلات، ونشوف ونلقاو انها تتلخص حسب الروايه الرسميه سيلفوبلي. باش نحكيو هنا على كلام قهاوي ولا هداري جمهور، لا نحكيو على روايه رسميه، والشيء مما اتاه لا يستغرب. على كل شنو نلقاو؟ نلقاو يا سيدك تلخص على 3-4 محاور وتعطيلات. قال لك الفرنسيس يا اخي فرضوا عليهم رئيس فرنسي، ولكن هما حمروا عينيهم حرفيا، تشوفوها مكتوبه هكا غراس على شارنمون ديك البيست وخساره يسون با شارني اكثر. رانا استقلينا عام 20 وارتحنا على كل. وقال لك احنا حمرنا عينينا وفرضنا رئيس تونسي على عكس الترجي الرياضي التونسي، فهمت؟ وهذا الكلام معناتها مازلنا كيف فصلنا فيه، وبالحق اخطت في ذيك. دوماج انه فما شكون له من السذاجه الفكريه هذا القدر اللي يخول له يصدق مثل الروايات الصبيانيه هذه. وفما تعطيلات اخرى من نوع مثلا فرض النجمه والهلال على المستعمر والالوان، ومثلا المستعمر رفض اضافه الاسلامي لاسم النادي. ايش قولكم كان نثبتوا من وراهم؟ يظهر لي فاهمين اللعبه وين ماشيه. يلا نثبت. بالنسبة لفكرة الإسلامي اللي تم رفضه ومحاربته، بلي نذكروا فقط أنه لو كان فما جمعية متاع جمباز اسمها لا ميزولمان المسلمة عام 1906، وفما المستقبل المرسى كان اسمه لافنيغ ميزولمان، ولا اللي تسمى بعديك الاولمبي، وفما المغاربي الشعبي كان اسمه لونيون ميزولمان، وفما نادي اسمه الزيتونة الرياضية فرد بريود. يعني قبل تأسيس نادي الافريقي وبعد تأسيس نادي الافريقي كانوا فما جمعيات كونوتاسيون فيهم اسم الاسلامي، ولم يمثل ذلك مشكلة. وحتى تأسيس اتحاد طلبة تونس المسلمين ما كانش فيه اشكال الاسم هذا، فهي خرافة من خرافات العادة. بالنسبة لمشكلة النجمة والهلال اللي على حسب الدوكيومون اوفيسيال قالوا سي غراس على الشارنمون كالعادة تحمير العين، فالفرنسيس يزون سيدي وخليهم يلبسوا النجمة والهلال وعلم تونس، اللي هو مش صحيح. انه كيما نشوفوا في كتاب المرحوم لطفي الزاهي aux origines du club africain et mouvement associatif في تونس، يقول لك اول مره النادي الافريقي وضع النجمه والهلال كان موسم 46 على خاطر تم منعه من قبل المستعمر. هل حقيقي انه تم منعه؟ طبعا لا. علاش؟ نشوفوا تصويره نتاع الترجي الرياضي التونسي بالازياء الخضراء والبيضاء عام 20 وعنده نجمة والهلال فوق ضربوه. واكثر من هذا معناتها كان فما فريق تونسي يلعب ويكور، فيه فرنسيس اكثرهم ويهود، ولكن كان يكور بيضربوا تونس
وما كانش فما حرج واشكال في ذاك. وتونس كانت ضربوها موجود راهو وقتها، كانت تحت ما يسمى بالحماية، ولكن ما كانش ممنوع انك تلعب او تمثل او تكون موجود في الساحة بعلم تونس. فرجائي كل الرجاء يا إلهي أن نقصونا شوية، بالحق نقصونا شوية، رانا تعبنا وتعبتونا. صدقونا والله في الترجي أرشيف لنحب ندخلوا تحت سقف المهاترات، ونحب نقعد ونحترموا الجمعيات الكل على اختلاف ألوانهم، عملا بمبدأ نشيد الترجي الذي يقول أن كل فريق أخي في النسب. ولكن الله غالب بعد ساعات الواحد يتلز ويلقى راحه مجبر على أنه يجاوب مثل هذه الترهات والإشاعات الفارغة التي إذا تكررت فمن العادي أنها تصبح حقيقة عند غيرنا. إنك عيب إنك تحاول تشوه صورة الترجي الرياضي التونسي وما أدراك بكل الطرق، وتحاول تقول إنه نادي فرنسي، والحال إنه جميع الأرشيفات الوطنية والأجنبية والمحايدة بررت وبرهنت مرات ومرات أن الترجي الرياضي التونسي كانت عنده خاصية فريدة جدا، وهو أنه كان يمثل التونسيين والطبقة المسلمة. وقت الجمعيات كانت أكثرها أجنبية وما عندها حتى إشكال أنها تجيب ناس من كل دين ومن كل لون ومن كل عرق، في كونتكست مش كونتكست حالي، ولكن هو كونتكست احتلالي وفرض للهوية التونسية. عيب أنك تقول على ترجي أنك فرنساوي وأنت من أكثر الجمعيات اللي لعبت أجانب. عيب وما يجيش عشرات الأجانب لعبتهم والترجي عمره ما لعب حتى أجنبي، ولكن تتهمني بما ليس فيه. عيب أنك تقول على الترجي أنه نادي فرنسي، والحال وأنك تحتفل بعيد ميلادك وتأسيسك تحت أنغام النشيد الوطني الفرنسي لمارسيليز. وقت الترجي يحتفل بعيده بحضور النساء التوانسة المسلمات لأول مرة، وبحضور الطبقة الحاكمة بورقيبة والشادلي زويتن وصالح بن يوسف وغيرهم من أبناء الحركة الوطنية. وقتاش؟ يوم المولد النبوي. عيب أنك تقول على الترجي أنه نادي فرنسي، والحال أنه كان الواجهة الأولى للشباب المسلم التونسي. وهذا ماهوش كلامنا، ولكن هذا التاريخ موجود في عديد المصادر وعديد الأكثرية نتاع الشباب مع الترجي الرياضي نعتبروها منظمة قومية ما فيهاش فرنسيس ولا طايل، مسلمين عرب صافين، كنا نحبوها. فنلعبوا احنا الكرة في الساحة نتاع الشرقية. نلقاو في الكتاب انه يقول انه الترجي الرياضي التونسي كان نادي اباس بوبولير، في حين ان النادي الافريقي كان اباس بورجواز. وهذا كتاب محايد. الانسان لعب في النادي الافريقي، كاستون طياب واندري طويل يهود لعبوا في النادي الافريقي. واحد يحكي ويقول انه الترجي الرياضي التونسي كان نادي مسلم 100%، بينما النادي الافريقي يقبل غير المسلمين. قال عم العيد. ويقول انه النادي الافريقي كان برجوازية اي قريب من السلطة، ونحكي هنا على سلطة حاكمة مستعمرة. وانه الترجي الرياضي التونسي كان شعبي. نشوفوا حتى في جريدة لهنا انه تاريخ الرياضة في تونس، ويقول كيفاش الترجي الرياضي التونسي بما أنه كانت عنده خلفية شعبية كبيرة جدا، فكان الواجهة الأولى للشباب المسلم، وبدرجة أقل كان النادي الإفريقي من بعده. عيب أنك تقول على الترجي أنه نادي فرنسي، والحال أنه كيف صار عملية قمع الحركة الوطنية ورجالها ونفيها وقمع الصحافة في 33 عن طريق المقيم العام بيروتون. اللي جرى لفرنسا كان المنصف العقبي، والتي سمته ونعتته الجريدة بأنه خادم المطيع لوما توفير دو جنرال، ومشي باش يدافع على السياسة القمعية لبيروتون، وهو رئيس للنادي الافريقي من عام 32-46، واهم رئيس النادي الافريقي سي المنصف العقبي. في ذات الفترة الرئيس الترجي الرياضي التونسي شادلي زويتن كان صحح على وثيقة يطالب فيها مع عديد المثقفين الوطنيين بإلغاء السياسة القمعية وإرجاع من الحركة الوطنية، بل أن الديوان السياسي الثالث للدستور كانوا فيه 5 أعضاء، منهم 3 من الترجي الرياضي التونسي، الأخوان الزاوش وشادلي زويتن. عيب أنك تقول على الترجي نادي فرنسي
والحال انه اشهر رئيس النادي الافريقي المصطفى صفر صرح وقال انه كل التونسيين يحبون فرنسا، وانه ما فما حتى تونسي نجم يختار بلاد اخرى تحميه ابار فرنسا، وانه فرنسا نحبوها ونعشقوها وماذا بينا نوليو ينبض قلب تونس وفرنسا مع بعضنا تحت قلب واحد. كانت هذه عام 39 أشهر قليلة بعد انتفاضة 9 أبريل في 1938 وسقوط الجرحى والشهداء. وقتها في ذات الوقت الترجي الرياضي التونسي كان اسمه يتغنى ويتغنى به وين؟ في جريدة الحرية، لسان الحركة الوطنية لعلي البلهوان، التي جاء فيها أشهر قصيد أحبك يا شعب. ترجي كان يقول عليها الجمعية الشعبية الإسلامية. كي كانت الترجي تلعب كونتر الفرنسيس كان تونس الكل وراها. ترجي الشعب، ترجي الوطنية، ترجي الحركة الوطنية. ترجي الرياضي التونسي كيف هربوا الفرنسيس بعد الحرب العالمية اللي صارت مع ألمانيا، تولى الشادلي زويتن رئاسة وتأسيس الهلال الأحمر بعد ما هرب لاكروا روج، الصليب الأحمر ما عادش موجود. فرجالات الترجي أسسوا الهلال الأحمر، ثم وقع حله، ثم وقع تأسيسه بعد الاستقلال، وكان كل رؤسائه من الترجيين، دكتور الغربي وغيره، كلهم في هيئة الحكماء إلى يومنا. فرجائي بالله كيف تحاول تضيف من قيمتك، لا حرج في ذلك، ولكنك تحاول تضيف من قيمتك وتعمل تاريخ على حساب الترجي الرياضي التونسي، فهذا عيب. من حقك انك تنبش في خفايا الارشيفات الوطنية والفرنسية والأجنبية وغيرها، ولكن مش من حقك انك تزيف التاريخ، مش من حقك، لأنه أهوائك وتصوراتك وأحاسيسك ومشاعرك لن تصمد أمام الحقائق والوثائق. وكنا بينا برشا مرات إنه أكثر ما قلتوه أو جل ما قلتوه فهو حقيقة انعكاس على ما كنتم عليه، وإنه أي حاجة نعدتوا بها الترجي بين بالكاشف أنها كانت فيكم وليس للترجي فيها من شيء، حتى شيء. وعيب انه الميتومانيا هذيا تولي ميتومانيا جماعية، وانكم توليوا تكذبوا على كل شيء حتى البسيط من الامور. حتى شافية رشدي يا الهي شوهتوها المرأة وقبحتوها وقبحتوا اعمالها ونسبتوها للترجي وانها ترشق. شوف القذارة والنذالة. حتى شافية رشدي كانت ممولة للنادي الافريقي ولها الشرف في ذلك، ولن نشوه أبدا المرأة وأعمالها. مناش كيفكم، الحق مناش كيفكم. فإن شاء الله الفيديو هذا يكون لكم عبرة علكم تعتبرون، ولكن اللي أفسدوا الدهر صعيب إنه يتصلح فيه ساعة، ولكن مدوى الفم الحارك كان الترجي أرشيف، ولنا ولكم وللترجي وتونس التوفيق.